تتبيلة حلوة قوي قوي. تعالوا يلا بينا نعمل احلى فراخ مشويه في نص ساعه بس وفي البيت. لو جربتوا الطريقه ديت عمركم ما هتنسوها ابدا، ومش هتبطلوا تاكلوا الفراخ بالطريقه دي. ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. اول حاجة في تتبيلة المشاوي عندنا بصلتين مبشورين ومعاهم طماطمتين مبشورين. نقلب كله مع بعض ونبدأ نتبل. معلقتين ملح، معلقة فلفل، كبابة مطحونة، ربع معلقة حبهان مطحون، والمفروض نحط شوية سماق بس أنا كان السماق خلص عندي. وبعدين هنحط خل بلسمي ومعاهم عصير ليمونتين كبار. هنقلب كله مع بعضه. حطها على جنب شوية. عندي فرخة متنضفة كويس ومخلية من العظم تماما ما عدا الجناحات بس. هجيب الفرخة وبالشوكة هبدأ أخرم الصدر بتاعها والورك كمان، وده طبعا علشان التتبيلة تخش جوه اللحم وتوصل لكل حتة في الفرخة بتاعتي. تاني حاجة ان انا اقطع الصدر عندي كده. نبدأ نتبل ونسيبها لمدة ساعتين. ننزل بقى بالتتبيلة كلها، وهي افضل حاجة ان هي تخش ما بين اللحم والجلد كده 10/10. اشرب بقى كوباية القهوة بتاعتي واروح الجيم، نبقى نرجع نشوي وندوق. تقريبا بقالنا حوالي ساعتين ونص سايبين التتبيلة، ويلا بينا على الشوي. هنبدأ نلغوص، نشيلها كده ننزل بيها. نبدأ نشغل الشواية، نسيبها بقى مع نفسها شوية، وعلشان نسرع عملية الشوي هنغطيها. هنسيبها لمدة 10 دقايق وبعد كده نقلبها على الوش التاني. وده الشكل بعد ما 10 دقايق عدوا وقلبتها على الوش التاني. هنيجي على جنب كده، معلقة عسل، شوية دبس رمان، شوية صويا صوص، بابريكا مدخنة، وقلب قلب قلب قلب. نبدأ نطمن على الموزة بتاعتنا. اول حاجه نطمن ان هي استوت تمام من تحت وبدات تاخد اللون الجميل زي اللي احنا شايفينه من فوق. نبدا ندهن بقى على الوش من فوق. يا سلام على الريحه. بعد كده هنقلب الفرخه، وبعد كده هنحط باقي الصوص بتاعنا على الوش التاني. سبتها 5 دقايق على كل وش كمان، وبدأت أتأكد إن هي استوت كويس واللحم بتاعها مبقاش يطلع مية. وبس كده، مفيش أسهل ولا أسرع ولا أبسط من كده، وكانت ريحتها جايبة لآخر الشارع. ويلا بينا ندوق مع بعض. طعم وريحة ما شفتش قبل كده ولا هشوف بعد كده. نبدأ ندوق. بسم الله. ده الورك اهو. قلبي قلبي. بسم الله. ذوبان ذوبان. حلوة قوي قوي. ندوق حتة من الصدر. تتبيلة في منتهى الجمال. مفيش اسهل من كده ومفيش اسرع من كده ومفيش اطعم من كده. ما تنسوش تشتركوا في قناة اليوتيوب، قناة الطبخ للجميع، كوكينج فور اول.